المعتقلين في اتحاد وطني طلبة المغرب. ونحن حريصون جدا ومتضامنون جدا مع طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. باسمي وباسم الاتحاد العام التونسي للطلبة نشد على أيادي الطلبة المعتقلين المنتمين لنقابة الاتحاد الوطني المغربي للطلبة. كرامة والحرية لا مخزن لا راعية. كرامة والحرية لا مخزن لا راعية. كرامة والحرية لا مخزن لا راعية. بالنضال والتضامن حريات تكون. بالنضال والتضامن حريات تكون. كلنا فدا جامعة صامدة. حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني. تحية نضالية لجميع الحاضرين في المنتدى الاجتماعي العالمي. نحن طلبة المغرب المنضوون تحت نقابة الطلابية العتيدة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. تحية نضالية حركة طلابية. تحية نضالية حركة طلابية. تحية نضالية حركة طلابية. هذا الملتقى الطلابي الثاني عشر ينظم الآن بموازاة مع تاريخ المنتدى الاجتماعي العالمي في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة. فكان تدخل قوات القمع المخزنية المغربية بشكل همجي ضد الطلاب، بحيث تم تكسير جماجم الطلاب وظهورهم وعظامهم، وتمت سرقة أجهزة الطلبة من وسائل الاتصال ومن معارض ومن أروقة. سياق هذا القمع هو سياق مستمر منذ سنين، بداية بمحاولة تقسيم أظافر الحركة الطلابية النقابية، وبعد المشاكل التي يعرفها النظام التعليمي المغربي والاكتضاد والمشاكل البيداغوجية وغياب الأطر والكفاءات، ظهر قبل سنتين مشكل آخر وهو مشكل السكن. ليس هذا يعني أنه لم يكن موجودا، بل كان موجودا بحدة. وكانت هناك معركة في الحي الجامعي بمدينة فاس، معركة طلبة اعتصموا فيها 80 طالب لمدة شهرين، 80 طالب في اعتصام دائم ومستمر أمام إدارة الحي الجامعي، إدارة السكن الجامعي في المغرب. بعد 3 أشهر من الاعتصام تبقى هناك تدخل قوات القمع واعتقال أزيد من 30 طالب. تمت محاكمة 5 منهم ب6 أشهر نافذة، والآن في هذه اللحظات هم لا يزالون داخل السجون المغربية. فالآن 5 طلبة من مناضلي وأطر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يقبعون خلف بالنضال والتضامن حريات تكون. بالنضال والتضامن حريات تكون. بالنضال والتضامن حريات تكون. هذا عار، حق الإنسان في خطر. وجب التذكير أيضا أنه في هذا التدخل الذي قامت به قوات القمع المخزنية المغربية استشهد طالب بسبب مطالبته بالحق في السكن، وهو الطالب محمد الفيزازي، فهو استشهد في هذه المعركة. وهذا الحدث اللي هو مقتل طالب لم تغطيه وسائل الإعلام ولم يتحدث عنه الإعلام الرسمي. يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح سنواصل الكفاح. الطالب محمد الفيزازي توفي بسبب تدخل قوات القمع المخزنية. فأبسط الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الإنسان العادل أو الحكومة التي تحترم نفسها هو فتح تحقيق نزيه في مقتل الطالب. والحالة في المغرب أن هذا الأمر نسي تماما ولم يتحدث عنه في الإعلام ولا في الجرائد، ومر كأنه لم يكن شيء. فقيمة الإنسان عند المخزن المغربي لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. كرامة والحرية لا مخزن لا راعية. كرامة والحرية لا مخزن لا راعية. كرامة والحرية لا مخزن لا راعية. من هذا المنتدى، من هذا المكان، من هذه الكلية التي أعلنت ورية القمع في عهد نظام 7/11، من هذه الكلية نحيي الطلبة المعتقلين في المغرب، نحيي إخواننا المعتقلين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ونقول أن النضال ضد المخزن هو نضال ضد سياسات، ضد برامج تعليمية مسقطة، هو نفس النضال في كل منطقة من مناطق الوطن العربي والإسلامي. لذلك
أن ارتباط النضال في المغرب أو في تونس هو خط واحد ضد كل سياسة قمعية. كلنا فدا فدا جميعا صامدة، كلنا فدا فدا جميعا صامدة، كلنا فدا فدا جميعا صامدة. النضال والتضامن حرية تكون النضال والتضامن حرية تكون. اليوم لا مجال لأي عبودية تحت أي شعار. الفارق في المغرب أن النظام قام بمسرحية مع بعض الأحزاب السياسية وموه على الشعب من أجل احتواء الثورة، لكن المخزن استدعى بعض النخب السياسية والأحزاب السياسية وقام بتعديل دستوري وقام بالاستفتاء على دستور جديد وقام باحتواء الحراك، لكن هذا الحراك لن ينتهي. باسمي وباسم الاتحاد العام التونسي للطلبة نشد على أيادي الطلبة المعتقلين المنتمين لنقابة الاتحاد الوطني المغربي للطلبة. نحن نتابع الحراك الثوري في كل دول المغرب العربي، وقد قمنا بوقفة احتجاجية أمام السفارة المغربية حينما اعتقل طلبة فاس وحينما استشهد أحد إخوتنا هناك. إخوتي الطلبة، طلبة العالم، ضيوف المنتدى، ما يحدث في المغرب الشقيق لا يمكن أن يسكت عنه ولا يمكن أن نتغاضى عنه، فالنضال لا لون له ولا دين له ولا جنس له. رياح التغيير آتية، وما الحل البوليسي إلا هو نتاج عن يأسكم وعن أن ثورة المغرب قادمة لا محالة. ونحن حريصون جدا ومتضامنون جدا مع طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ونحن مهتمون جدا. نوجه تحية إلى هذا الاتحاد الذي قدم السجون وقدم الشهادة